غلطة ممكن تكون بتعملها كل يوم ممكن تدمر مخك وانت مش واخد بالك. الايربودز بقت جزء من حياتنا، بنستخدمها لساعات طويلة، سواء في الشغل، في العربية، في المواصلات، وانت بتذاكر او وانت في الجيم. بس اللي ما تعرفوش ان الموجات اللي بتستخدمها الايربودز اسمها EMF، ودي موجات كهرومغناطيسية بتأثر على المخ من مسافة قريبة. ابحاث كتير بتقول انها بتأثر على الخلايا العصبية، وعلماء كتير ربطوها بسرطان المخ. وتقدم اكتر من 250 عالم حوالين العالم لمنظمة الصحة العالمية بيطالبوها تراجع المخاطر دي. FDA ما اكدوش احتمالية وجود علاقة ما بين الايربودز وسرطان المخ، بس اكدوا ان ما ينفعش استخدام الايربودز في اليوم لمدة اكتر من 60 دقيقة. بس عارف بقى فين الكارثة؟ ناس كتير بتستخدم سماعات مضروبة، ودي بقى ولا بتعدي على اختبارات امان ولا جودة. وناس كتير اتصابت بتلف في العصب السمعي، وناس تانية السماعات دي اتحرقت في ودانها. السماعة ممكن تكون ميزة، بس كترة استخدامها ممكن تتقلب قنبلة موقوتة. ولو السماعة مش أصلية فأنت حرفيا بتجازف بمخك. بس يا سيدي، وكده يبقى خلص الكلام. سلام.